المخرج يتحكم في حياة الناس وكأنها فيلم سينمائي. بعد أن أطلق لعنة قديمة، حول المدينة بأكملها إلى زومبي. فتاتان مذعورتان تعبران مقبرة والزومبي يلاحقونهما عن كثب في يأس، تندفعان إلى مبنى قريب وتختبئان. في الداخل يقابلهما رجل مسن يخبرهما أنهما الناجيتان الوحيدتان، فالجميع قد تحولوا بالفعل إلى زومبي. يسألهما إذا كانتا قد أحضرتا الحقائب، لكن الفتاتين لا تعرفان عما يتحدث. يقتحم الزومبي مخبأهم ويعثر عليهما بسرعة. إحدى الفتاتين لا تصل لمؤخرة الغرفة في الوقت المناسب، فيمسكون بها وتتحول لواحدة منهم. يتراجع الآخران ببطء للخلف بينما تقترب المخلوقات أكثر. في اللحظة الأخيرة يرفع الرجل العجوز تعويذة من صدره، ينبعث وميض ضوء ساطع يعمي الأبصار، فيتجمد الزومبي في أماكنهم. هذا مشهد من الفيلم الكلاسيكي العبادي لعام 1978 ليلة في الضريح. أمام المنزل نفسه الذي ظهر في الفيلم، يخبر مراسل تلفزيوني الجمهور عن المخرج الأسطوري لين كارفر الذي أخرج الفيلم وأصبح محبوبا حتى سميت البلدة لاحقا كارفرفيل تكريما له. لأول مرة منذ 30 عاما يطلق كارفر فيلم زومبي جديد سيعرض في عيد الهالوين. خلف المراسل يلوح مراهقون بلافتات يدوية يهتفون بحبهم لكارفر ويصفونه بأعظم مخرج وأعظم رجل عاش. يحاول المراسل توضيح أن كارفر من أفضل مخرجي أفلام الرعب، لكن الأطفال يشعرون بالإهانة، ينقضون عليه ويوجهون له اللكمات لما اعتبروه إهانة لصنمهم، وهو متأثر والكاميرا لا تزال تعمل. يواصل المراسل قصته ويعرض مقابلة قديمة قبل 3 عقود، حيث صرح كارفر بأنه لن يصنع فيلما آخر. ويكشف أيضا أن كارفر يرفض الترويج لفيلمه الجديد من خلال ما يسميه مكبات نفايات الإعلام. وبدلا من ذلك، من المتوقع أن يحضر سكان البلدة العرض الأول في مسرح ريتشارد لوندر الذي يملكه أحد معجبي كارفر. ويبدو أن كارفر قد أرسل بريدا إلكترونيا إلى لوندر طالبا منه أن يحشد سكان البلدة للحضور في اليوم الذي يسبق الهالوين. وفي منزل في الضواحي كان مراهق يستعد للذهاب إلى المدرسة. كان التلفاز يعمل في الخلفية ويعرض تقرير الأخبار. كان يدردش مع صديقته عبر الإنترنت ويخبرها أنه يحلم بالالتحاق بالجامعة ومغادرة البلدة أخيرا. مايك يكره كارفرفيل، بالنسبة له الشيء الوحيد الذي تقدمه البلدة هو كارفر وأفلامه الغبية، ولا يطيق أفلام الرعب. بعد أن ودع صديقته، نزل مايك للطابق السفلي ليجد والدته تتحدث بحماس عن أنها لا تستطيع الانتظار لمشاهدة فيلم كارفر الجديد أيضا. يركب مايك دراجته إلى المدرسة، لكنه يقرر في منتصف الطريق التوقف عند متجر محلي لاستخدام الحمام. في الداخل يطلب من أندي صاحب المتجر المتجهم المفتاح، لكن أندي لم يكن متعاونا. يخبر أندي مايك أنه عليه شراء شيء أولا إذا أراد استخدام دورة المياه. يفتش مايك جيوبه الفارغة وينطلق بإحباط على دراجته. في المدرسة يركض إلى الحمام ويكاد لا يصل في الوقت المناسب، وبينما يتنفس الصعداء يقتحم زملاؤه الحمام فجأة ويفاجئونه في منتصف اللحظة. منزعجا يصرخ مايك في وجههم ويطلب منهم أن ينضجوا، خاصة وأن أحدهم هو ابن العمدة. وبعد أن سخروا منه قليلا يغادرون ويصطدمون بآيمي في الممر. تشاد ابن العمدة يدعو آيمي إلى حفلة ذات طابع الزومبي في منزله. تبتسم وتقول إنها ستفكر في الأمر، وبعد لحظات يقترب مايك منها على أمل واضح أن تقول له لا. وأثناء توجههما إلى الصف يدخل الاثنان في مشادة صغيرة، لكن الآنسة بونار أمينة المكتبة الصارمة تقاطعهما بسرعة. إنها غاضبة جدا لأن مايك لم يعد كتاب المكتبة بعد. محاولا تهدئة الموقف، يمدح مايك زي الساحرة الذي ترتديه ليكتشف أن هذا ليس زيا، بل هو ملابسها العادية. تشعر الآنسة بونار بالإهانة وتحكم عليه بشهر من العمل في المكتبة بعد انتهاء الدوام المدرسي. يتوسل مايك إليها أن تعيد النظر في قرارها فهو يعمل، لكنها ترفض. في الأثناء مجموعة مراهقين يصورون فيديو أمام منزل لين كارفر، يخبرون متابعيهم أن المخرج الأسطوري سيعرض فيلمه الجديد غدا في المسرح المحلي وأنهم بالتأكيد سيحضرون. في داخل المنزل ينظر كارفر بتأمل من النافذة، يراقب معجبيه المخلصين بصمت. في مكتبة المدرسة يجلس مايك مقابل الآنسة بونار، يؤدي على مضض أول يوم من عقوبته. تسأله بشكل عابر إذا كان يخطط لحضور عرض كارفر الأول. يرد بجفاء قائلا إنه يكره أفلام الرعب. وبعد أن أعجبها جوابه تغير رأيها وترفع عنه العقوبة. بعد مغادرته تغلق كتابها وتبتعد، تاركة مجلدا عن مصر القديمة عليه رمز غريب على شكل عين يضيء بخفوت على الغلاف. في وقت لاحق من ذلك العصر يتلقى مايك رسالة نصية من آمي تقول لا أستطيع الانتظار للحفلة. يتنهد مخفيا مشاعره ويرد استمتعي. عند وصوله إلى المسرح حيث يعمل يلتقي مايك بمجموعة من المعجبين المتعصبين بكارفر ينتظرون في الخارج، يحاصرونه ويتوسلون إليه من أجل عرض مبكر للفيلم. يظل مايك صامدا ويقول العرض الأول غدا ولن يحصل أحد على لمحة مسبقة. بينما يدخل المراهق صالة السينما ينظر حوله إلى الديكور، كل شيء يحمل طابع الرعب، ولا يفهم لماذا أصبح كل سكان البلدة مهووسين بهذه الأفلام.
فجأة يقفز زومبي من خلف الستارة من صنع السيد لوندر. مثل الجميع هو أيضا ينتظر العرض الأول بحماس، لذا صنع زومبي باستخدام لوحة التحكم. وبما أنه يعلم أن مايك لا يحب أفلام الرعب، يحاول الرجل إقناعه بأن يجد معنى فيها ويتعلم كيف يحبها. لاحقا تتوقف سيارة أجرة أمام المسرح. إنه لين كارفر. عند دخوله يسأل إذا كان كل شيء جاهزا للعرض الأول. يقوده الرجل إلى غرفة العرض ويريه كل شيء. يسأل المخرج إذا كان المسرح يتسع لكل سكان البلدة، ويؤكد له لوندر أن السعة 669 مقعدا. وأثناء التفاته إلى ملصق فيلم ليلة في الضريح، يسمع لين فجأة صوتا يأمره بتدمير جميع أفلامه. مرعوبا يتجه إلى البهو ويستعد للمغادرة. يجلس المخرج ويترجاه أن يسلم الفيلم وألا يفعل شيئا متهورا. في تلك اللحظة يصطدم مايك عن طريق الخطأ بلوحة التحكم، ويسقط زومبي من الجدار ليضرب كارفر على رأسه. ينهار كارفر فاقدا للوعي. يطلب لوندر من المراهق الاتصال بالإسعاف ويأخذ الفيلم في وقت لاحق من المساء. تدخل الآنسة بونار المسرح لمشاهدة فيلم رومانسي، وكانت الوحيدة في قاعة الجمهور. في هذه الأثناء كان مايك في غرفة العرض يتصفح الرسائل مع آيمي. بعد لحظة من التردد يلتقط صورة سيلفي مع بكرة الفيلم الجديدة ويرسلها إلى آيمي. تذكره بقراءة الأفلام التي تحمل رمز العين بكتاب عن مصر القديمة كان قد رآه من قبل. عندما تتلقى آيمي الرسالة تندفع إلى المسرح وقد أثار فضولها، وبشغف لرؤية الفيلم تتوسل لمايك أن يريها صندوق البكرة. في تلك اللحظة تخرج الآنسة بونار من المسرح وهي تشرق حماسا بالفيلم الذي شاهدته. تعتقد أن هذه النوعية الوحيدة من الأفلام التي تستحق العرض. مايك الذي لا يزال يحاول استيعاب غرابة الموقف يوافقها الرأي. ربما هما الوحيدان في المدينة اللذان يقدران هذه الأفلام. بعد مغادرة الآنسة بونار تفحص آيمي الصندوق وتلتقط له صورة. تقنع آيمي مايك بمشاهدة الفيلم معا ويوافق على مضض. يتوجهان إلى غرفة العرض، حيث يقوم مايك بتركيب الفيلم في جهاز العرض ويجهز كل شيء للمشاهدة. وبينما يستقران في المسرح يشتعل جهاز العرض فجأة من تلقاء نفسه. يشاهد مايك وهو في حيرة غير مصدق بينما يبدأ الجهاز في إصدار أصوات طرق وشرر، ويملأ الغرفة بضوء ساطع يعمي الأبصار. في حالة من الذعر يلتفت الصديقان نحو الفوضى، ويصرخ مايك في آيمي أن تمسك بالصندوق حتى يتمكنا من الاحتماء خلفه. في هذه الأثناء يلاحظ ضابط شرطة على أطراف المدينة وميضا أعمى يضيء المنطقة بأكملها. يحاول التواصل مع زملائه الضباط لكن لا أحد يرد عليه. في الداخل لا يزال مايك وآيمي يجهلان ما يحدث. تتهم آيمي مايك بأنه تسبب في تعطل كل شيء، وتخشى أن يلومه الناس على هذه الفوضى. وعندما يخرجان تدرك آيمي أن هاتفها لا توجد به إشارة. الشوارع خالية بشكل مخيف والصمت يبعث على القلق. يفترض مايك أن الجميع عادوا إلى منازلهم، لكن آيمي ليست واثقة. أثناء سيرهم في الشارع يلمحان الآنسة بونار مجددا تبدو مختلفة، حركاتها متيبسة ولا تستجيب لأي شيء. وعندما يحاولان إثارة رد فعل منها لا يسمعان سوى زمجرة منخفضة وحشرجة غريبة. تنظر إليها آيمي بدهشة وعدم تصديق. لقد تحولت إلى زومبي، تقول آيمي، لكن مايك يرفض تصديق ذلك. الزومبي مجرد خرافة، يصر مايك. لكن بعد ذلك يلمحان ثلاثة من المعجبين أمامهما. يظن مايك أن الأمر مجرد خدعة هالوين، حتى يشاهدان المجموعة تهاجم ضابط الشرطة وتحوله إلى زومبي أمام أعينهما. تتضح الحقيقة، هذا ليس مقلبا ونهاية العالم حقيقية. في حالة من الذعر يركض مايك وآيمي، لكن الشوارع تمتلئ بالمزيد والمزيد من الزومبي. في هذه اللحظة يستعيد كارفر وعيه في مؤخرة سيارة إسعاف. يرى من حوله أن الجميع قد تحولوا. يشعر قلبه بالانقباض عندما يدرك أن فيلمه هو من تسبب في ذلك. إنه الشخص الذي أطلق هذا الرعب دون أن يدري. يواصل مايك وآيمي شق طريقهما في الشوارع محاولين إيجاد مكان آمن. يصلان إلى محل دراجات ويلاحظ مايك هاتفا أرضيا على المنضدة. تتردد آيمي في استخدامه، لكنها بعد لحظة تتذكر ما يجب فعله وتتصل برقم الطوارئ 911. للأسف الخط مشغول ويزداد قلقها. تحاول الاتصال بوالدتها لكن الرقم يهرب من ذاكرتها. يتدخل مايك ويطلب الرقم نيابة عنها. عندما ترد والدة آيمي على الهاتف ينقبض قلب آيمي، فقد تحولت والدتها أيضا إلى زومبي. يغمرها اليأس عندما تدرك أن كل من يعرفونه قد اختفى. يحاول مايك مواساتها مصرا على أنهما يستطيعان إيجاد حل، لكن في تلك اللحظة يصبح ثقل الموقف واقعيا بشكل لا يحتمل. تعتذر آيمي لأنها أقنعت مايك بمشاهدة الفيلم، وثقل خطئهما يخيم على الأجواء. يجمعان قواهما ويبدأان في محاولة فهم السلوك الغريب للزومبي. على عكس الموتى الأحياء التقليديين، هذه الكائنات لا تتغذى على اللحم أو الأدمغة. تتذكر آيمي ضابط الشرطة الذي قابلاه في وقت سابق، كان وجهه خاويا وكأن روحه قد استنزفت بالكامل. يقترح مايك التوجه إلى أطراف المدينة للبحث عن أي ناجين والاطمئنان على والدته، لكن قبل أن يغادروا يصر مايك على استخدام الحمام، وهو الأمر الذي منعه أندي من فعله في وقت سابق. يتجه مايك عبر الممر نحو دورة المياه، وعندما يفتح الباب يواجه مشهدا مرعبا. أندي الزومبي يختبئ في الداخل.
وقبل أن يتمكن مايك من رد الفعل ينقض عليه أندي. تجتاح الذعر مايك بينما ينادي على آيمي. تندفع آيمي، تمسك مفتاح رابط وتضرب أندي مرارا حتى ينهار أخيرا. يقوم المراهقون بتقييده في كرسي ويربطونه بالحبال، ولكن عندما يبتعدون يستعيد أندي وعيه وتتعالى صرخاته في أرجاء الغرفة. وإدراكا منهم أنه ينادي على الدعم يفرون عبر المخرج الخلفي. في الخارج يشقون طريقهم بحذر عبر الشوارع حتى يصلوا في النهاية إلى المدرسة. مايك الذي لا يزال يائسا لقضاء حاجته يقرر الدخول إلى الداخل، مما يثير إحباط آيمي. تجادله بأنه كان بإمكانه فعل ذلك في الخارج، لكن مايك يصر على الدخول. بمجرد دخوله يتنفس أخيرا الصعداء، لكن لحظة السلام هذه لا تدوم طويلا. فجأة يهاجمه شخص ما من الخلف. بعد صراع قصير يندفعان نحو المخرج ليجدا نفسيهما أمام موظفي المدرسة الزومبي، فيتراجعان إلى المكتبة ويختبئان خلف طاولة وقلوبهما تخفق بسرعة. تقترح آيمي أن يبحثا عن كارفر، فهو من صنع هذه الأفلام وبالتأكيد يعرف ما يجب فعله. كما بدأت تشك في المخرج الذي كان دائما يوظف ممثلين من الشارع ليختفوا بعد انتهاء تصوير الفيلم. أما مايك فيرفض فكرة إشراك كارفر، ويكشف لأول مرة سبب خوفه الشديد من أفلام الرعب. فعندما كان في السادسة من عمره شاهد مسلسل The Walking Dead مع جليسة الأطفال وصديقها، وكان رعب المسلسل شديدا لدرجة أنه أصابه بالشلل من الخوف. لم يخبر أحدا بهذا من قبل. إيمي هي أول من يسمع بذلك، لكن حديثهما ينقطع فجأة عندما تظهر الآنسة بونار وهي تبحث عنهما. يحاولان الاختباء لكنها تتعقبهما من خلال رائحتهما، وفي لحظة يأس يسقطان عليها كتبا مما يربكها مؤقتا. وبينما تتناثر الكتب على الأرض يلاحظ مايك رمزا على غلاف أحدها، وهو نفس رمز العين الذي رآه على علبة شريط الفيلم. يتذكر أن الرمز قد حماهم، وهو دليل صغير لكنه مهم في هذا اللغز المتنامي. وفي هذه الأثناء كان كارفر في سيارة يقودها الزومبي لوندر بشكل متهور. تهتز السيارة على الطريق بينما ينظر كارفر من النافذة غير مدرك للفوضى التي تتكشف. بعد مغادرتهم المدرسة يقرر المراهقون العودة إلى المسرح لاستعادة علبة الفيلم. في الداخل كان المسرح مليئا بالزومبي، جميعهم يحدقون باهتمام في الشاشة البيضاء. يزحفون بحذر بين المقاعد محاولين الوصول إلى علبة الفيلم، وبمجرد أن يمسك مايك بالعلبة يلمحه أحد الزومبي، ومن دون تردد يندفعون خارج المسرح والمطاردة تلاحقهم عن كثب. وبمجرد خروجهم يقفزون إلى سيارة شرطة. مايك رغم أنه جديد في القيادة واثق من قدراته، لكن ارتياحهم لا يدوم عندما يكتشفون وجود زومبي في المقعد الخلفي. يهرعون خارج السيارة وقلوبهم تخفق بقوة، ويقترح مايك التوجه إلى محل الدراجات بحثا عن الأمان. المسرح الآن مكتظ بالزومبي. يصل كارفر إلى المكان ويتفحص المشهد بعزيمة قاتمة، وبعد لحظة يأمر لوندر بأن يأخذه إلى الضريح، مدركا أن هذه قد تكون فرصتهما الأخيرة لإنهاء هذا الكابوس. يأخذ مايك وآيمي دراجتين فاخرتين من المحل مصممين على الوصول إلى منزل المخرج. ينجحان في التنقل بمهارة عبر الشوارع المليئة بالزومبي متجنبين الموت الأحياء بدقة، وأخيرا يصلان إلى وجهتهما. وعندما يقتربان من الباب ينفتح فجأة ويستقبلهما لوندر الذي يرشدهم إلى الداخل. وبمجرد دخولهما يبدأ كارفر بشرح أصول الفوضى التي اجتاحت المدينة. بدأ كل شيء عام 1974 عندما التقى بجامع تحف 3. حصل على مجموعة من بكرات الأفلام المفقودة التي أنشأها توماس إديسون بنفسه. كان إديسون قد أخفى هذه الأفلام مدركا أنها تحتوي على شيء أخطر مما يمكن لأي شخص أن يتخيله. كان مسمريان جامع التحف يعتقد أن هذه الأفلام تحمل قوى سحرية مرتبطة بقبر مصري قديم. كان كارفر مخرج شاب حينها وظف لدراسة البكرات وتوثيق تأثيراتها الغريبة، وما اكتشفه كان مرعبا بكل معنى الكلمة. لم تكن هذه الأفلام مجرد تسجيلات عادية، بل كانت بوابات قوية إلى واقع بديل صاغها الكيميائيون القدماء لأغراض مجهولة. عندما كانت تعرض هذه الأفلام كانت تحول كل ما حولها إلى زومبي، وبعد انتهاء الفيلم كانت أرواح الممثلين تحتجز داخل الفيلم لتصبح خالدة وسجينة في العالم السينمائي. كان ميس ماريونا قد حاول إيقاف كارفر، لكن المخرج الذي غمرته قوة الفيلم استخدمها ليحبس ميس ماريون داخل فيلم بعنوان ليلة في الضريح. الفيلم الذي يعرض الآن في السينما لديه القدرة على جذب أي شخص قريب إلى عالمه، ولهذا السبب يحتاج كارفر إلى الحقيبة لإيقاف انتشار الزومبي وحبس الأرواح. يصاب المراهقون بالرعب من هذا الاكتشاف، إذ لم يدركوا أبدا أن الزومبي في الأفلام كانوا حقيقيين. وبعد لحظة من التأمل يتساءل مايك عن سبب توقف كارفر عن صناعة الأفلام. يعترف كارفر بأن ذكريات الأرواح المحبوسة كانت تطارده. المطالب المستمرة من المعجبين لإنتاج أفلام جديدة وإجراء مقابلات وحتى من المدينة نفسها أصبحت لا تطاق.
الإغراق. وفي لحظة ما فكر في تحويل سكان المدينة إلى زومبي، لكن ضميره منعه من ذلك. ومع ذلك فإن مشاهدة مايك للفيلم عن طريق الخطأ أعادت كل شيء إلى نقطة البداية، والحل الوحيد الآن هو إعادة البكرة إلى الحقيبة لإيقاف الوباء. تحتج آيمي لأنها تعلم أن إخفاء البكرة سيؤدي إلى معاناة والديها. ثم يكشف كارفر أن مس مارين كان يعرف مدى قوة الفيلم بالكامل، وربما كان يعرف طريقة لعكس العملية. تثير هذه المعلومة فكرة جديدة في ذهن آيمي. ويكشف كارفر أيضا أن لديه حقائب لأفلامه الأخرى، لكنها مخزنة في الضريح في المقبرة، وهو مكان أغلقه سياسي محلي. تتذكر آيمي أن العمدة أغلق الضريح بسبب تسلل المراهقين المتكرر إلى المقبرة. هي تعرف تشاد ابن العمدة الذي يملك مفاتيح المدينة كلها. المشكلة الوحيدة هي أن هناك حفلة كبيرة تقام في المقبرة تلك الليلة، ومعها يأتي سرب من الزومبي. مصممة على إيقاف انتشار العدوى، تقرر آيمي الحصول على المفاتيح من تشاد والتوجه إلى المقبرة، وهي تعلم أن كارفر بخبرته في التعامل مع الزومبي سيكون أفضل فرصة لهم للوصول إلى الضريح وإيقاف الجنون نهائيا. في المنزل يبدأ مايك في حزم أمتعته، وأثناء جمعه لأغراضه يلمح والدته وقد تحولت الآن إلى زومبي. يمسك بمضرب ويحاول شق طريقه نحو الباب، لكن والدته تعترض طريقه، تقوم بتفعيل قدرتها لسحب روحه. في تلك اللحظة يتذكر مايك كلماتها بأن هذه المدينة كانت موطنة، وأن عليه أن يجد شيئا يحبه فيها. وباستخدام علبة الفيلم لحماية نفسه يفهم أخيرا معنى نصيحتها. يشكرها ويتمكن من الهرب. في هذه الأثناء تصل آيمي وكارفر إلى منزل العمدة في سيارة إسعاف. يسلم كارفر علبة الفيلم لآيمي ويطلب منها أن تحافظ عليها. في الداخل يفاجئان بوجود عدد قليل من الأشخاص فقط بدلا من الحفلة الكبيرة التي كانا يتوقعانها. تتجه آيمي إلى الطابق العلوي وتجد تشاد، ولاحظت خوفه من الرموز الموجودة على علبة الفيلم، فوضعتها جانبا وحاولت سؤاله عن المفاتيح لكنه لم يرد. ومع اقتراب الزومبي منها وتركها بلا دفاع، تعود آيمي إلى الطابق السفلي. تزداد الأمور سوءا مع إحاطة الزومبي بها من جميع الجهات، ويتركها كارفر ويهرب. وفي تلك اللحظة يظهر مايك ويتسلل عبر النافذة ويسحبها إلى بر الأمان. وبمجرد خروجهما يقرران تتبع كارفر والتوجه إلى الضريح. وعندما وصلا إلى هناك وجدا الباب مفتوحا، دخلا بحذر ووجدا كارفر. شرح لهما أن أفلامه مخبأة في القبر، وأن مس مارين يريد تدميرها. فجأة يظهر انعكاس الرجل في المرآة ويكرر نفس الرسالة: يجب تدمير تلك الأفلام. عندها فقط يمكنهم كسر دائرة الواقع السينمائي وتحرير الأرواح المحبوسة. تحت وطأة المشاعر ينهار كارفر غير راغب في تدمير إرثه الخاص، لكن مس مارين يقنعه بأن هذه هي الطريقة الوحيدة للهروب ولتحرير الأرواح المحبوسة وبدء صفحة جديدة. وبعد أن أدرك هول ما فعله بالناس، يوافق كارفر على تدمير الأفلام. يفتح القبر ويؤكد لهما أنه سيتولى الأمر بنفسه، ويطلب من آيمي ومايك التوجه إلى المسرح وإيقاف جهاز العرض. في المسرح يمزق مايك جزءا من الشريط السينمائي من البكرة ويفرده داخل سلة المهملات. تلاحظ الزومبيات أن هناك شيئا يحدث للفيلم ويزداد اضطرابها. تتوسل آيمي إلى مايك أن يتصرف بسرعة ويسكب البنزين على الشريط السينمائي. وعندما ينظران إلى الأعلى يريان الزومبيات تندفع نحوهما محاولة اقتحام غرفة العرض. وفي لحظة صفاء يعترف مايك بحبه لآيمي، مدركا أنهما قد لا يخرجان من هناك أحياء. مغمورة بالمشاعر ترتمي آيمي في أحضان مايك، كاشفة أنها كانت تنتظر سماعه يقول تلك الكلمات. وبمجرد أن اقتحمت الزومبيات الباب تشعل آيمي النار في الشريط السينمائي. وفي هذه الأثناء في القبر يشاهد كارفر أفلامه وهي تحترق. واقفا فوق ألسنة اللهب يسمع صوت مس مارين يذكره بأن من واجب المخرج تصحيح الخطأ الذي ارتكبه. يبدأ الفيلم في جهاز العرض بالوميض ثم يشتعل فجأة ليملأ الغرفة بضوء أبيض يعمي الأبصار. معتقدين أن هذه نهاية حياتهم يتبادل مايك وآيمي قبلة أخيرة. مع انتهاء احتراق الفيلم يبدو أن الزمن يعود إلى الوراء ويبدأ في الرجوع للخلف. صباح اليوم التالي يخرج سكان البلدة من المسرح حائرين غير مدركين ما الذي حدث للتو كيف انتهى بهم الأمر هناك، ومن بينهم مايك وآيمي اللذان يسيران معا يدا بيد نحو يومهما الجديد. وفي هذه الأثناء في محل الدراجات يستعيد آندي وعيه ليجد نفسه مقيدا إلى كرسي، وفي حالة من الذعر يصرخ ويطلب النجدة. وبينما يتجول مايك وآيمي في أرجاء البلدة يمران بجوار منزل كارفر. تبتسم آيمي مرتاحة لأنهما لن يشاهدا أفلامه مجددا. يلاحظ كارفر وجودهما من نافذته ويبتسم لهما ثم يبتعد وتستقر عيناه على ملصق فيلم ليلة في المتحف. يواصل مايك وآيمي سيرهما مبتعدين عن منزله وما زالا يمسكان بأيدي بعضهما تاركين كل شيء خلفهما. مشهد بعد نهاية التتر. تجلس مجموعة أشخاص بغرفة اجتماعات وقد أنهوا مشاهدة فيلم يوم الزومبي. يشعرون بسعادة لأن مايك وآيمي نجيا، لكنهم يريدون مزيدا من الزومبي. يوافق صانع الفيلم على طلبهم ويأمر فريقه بتنفيذه فورا. في غرفة العرض يتبع فني الزومبي أوامره بحماس ويجهز جهاز العرض مرة أخرى.
كيف تعتقد أنك ستتصرف إذا بدأت مدينتك تتحول إلى مكان يعج بالزومبي؟ هل ستهرب أم ستحاول إنقاذ الجميع؟ شاركنا أفكارك في التعليقات بالأسفل، واضغط إعجاب واشترك في القناة. نراكم في الفيديوهات القادمة.